ماما ماما. ايه يا حبيبتي؟ بتعملي ايه؟ بعمل قطايف وسمبوسه بس بحشو خفيف قوي. يعني تبقى طريقه حلوه جديده وخفيفه كده. طب والسكر؟ سكر قليل خالص من بره، اللي عايز يغطسها في السكر يغطسها. طب يا ترى محشيه ايه؟ محشيه كريمه كدابه. طب ما يلا بينا نشوف المكونات. يلا بينا نشوف الطريقه. هنجهز بقى القشطه الكدابه، معلقتين دقيق سمولينا ومعلقتين نشا كبار مهرمين، يعني 4 معالق لكوبايه ميه وكوبايه لبن. عايزه كوبايتين لبن مفيش مشكله. هندوبهم كده على البارد وذره ملح ونرفعهم على النار. طبعا انا رايي يعني ما نحطش فيها سكر خالص. انت بقى زي ما تحبي، بس احنا عايزينها سكرها خفيف يعني عشان تبقى صحيه شويه نوعا ما يعني. طبعا بقى قلبناها حوالي 10 دقايق على النار عبال ما تتقل معانا. اول ما نطفي هننزل بالجبنه الموتزاريلا حوالي كوبايه كده، كوبايه الا ربع، نص كوبايه زي ما تحبي. ولو عندك علبه قشطه صناعيه انزلي بيها، عندك معلقتين قشطه وش اللبن برضو انزلي بيها على القشطه دي، بتبقى طعمها حلو قوي، بنعزز طعمها يعني. طبعا انا خلاص كده الجبنه كلها ساحت، خدت كل السخونيه اللي في القشطه الكدابه زي ما انتوا شايفين. خلاص كده كله تمام. هنعمل بقى الشربات، كوبايتين سكر وكوباية ونص مية ونص معلقة صغيرة ملح ليمون وذرة فانيليا، وهنقلب كويس كده. وبعد كده هنرفعهم على النار على عين متوسطة لمدة 11 دقيقة. طبعا الشربات ده عشان يكفي السمبوسة والقطايف، انا عاملة الاتنين المرة دي. هنا خلاص طفيت عليها بعد 11 دقيقة بالظبط. انا اللي هعمل السمبوسة وانا اللي هعمل القطايف. السمبوسة اهي هنحطها هنا كده. انجزي عشان السحور يا مخرجنا. معلش. ماشي. بيت العيله بقى. بيت العيله. هنا حوالي فنجان ميه، هنحط عليهم معلقتين نشا صغيرين من دول اللي هي معلقه الشاي يعني. هندوبهم كده كويس عشان نخلي السمبوسه تبقى مقرمشه. نشا مش دقيق. انت مالكيش دعوه بيا يعني. أيوة، أنا طب ما ماليش دعوة. تحشي مش انت قلتي انا هعمل انا القطايف تاني؟ اه احنا عاملين على فكره قطايف قبل كده. لسه منزلينها امبارح ولا قبل؟ الزهايمر اشتغل. فنجان ميه عليهم معلقتين نشا. هنحشي بقى السمبوسه. شبهي. ما هي قدك في حجمك فعلا. مخرجنا تقفيل السمبوسه باين. قرب شويه. اقرب شويه ماشي. وطي ايدك. اوطي ايدي ماشي كده يا مخرجنا العظيم. لا. طب اعمل ايه من اول تاني؟ قربي ايدك وقربي شويه. كده أيوة كده كده. تمام. ماشي. اطلع اقعد على الترابيزه عادي. نفس الدرجات. كملي. اول حركه اهي عملناها كده زي الظرف، وبعد كده هنعملها تاني، وبعد كده هنحشي. تمام. تمام. معلقه اهي. بقى براحتك، عايزه تحشيها جامد زياده عن اللازم براحتك. احنا بنحب الحشو بسيط شويه بصراحه، مش بخل خالص يعني. الحاجه تبقى ليها طعمها. ايوه اهي تمام كده. انت عايزه تخليها هنا براحتك، بس انا برضو في جميع الحالات هحط لها كده عشان تقرمش مش اكتر كده. اخلي اللينجوين يبين القطايف ولا ايه؟ مش عارفه. لينجوين. طب قولي طيب بنقفلها من الاطراف ايوه. انا اللي هبين الاول. كانك بتقولي في حد كده. تقرصي هي تقرصها.
نعمل الكمية ونرجع لهم بقى. ماشي. نعمل الكميه ونرجع لكم. انا لسه عامله واحده بس يا ست معلش الفيديو فين؟ عادي عادي، هما بيحبونا. هنعمل واحده كمان. عملنا ظرف كده وبعد كده طبقنا الظرف كده. ظرف اهو، ظرف طارق. خفة قفلنا اهو اهو. الحاجة ان هي لقطت ان احنا بصينا لها. انا مش عارفه هو واضح مخرجنا العظيم ولا ايه؟ واضح. مش عارفه. سمبوسة كده ولا مش سمبوسة؟ سمبوسك قطايف دي ولا مش قطايف؟ مش قطايف. المفروض اصلا ميعملوش حلويات طول ما انا وسهر موجودين في البيت. ماشي. انا شايفة احنا نقفل عشان ما تعملناش بلوك. خلاص نكمل الكميه ونرجع لكم تاني عشان دمنا حلو قوي. باي يا جماعة. حبيت اكد عليكم تاني، مخرجنا العظيم هو اللي قال لنا. اول ظرف، تاني ظرف، تالت ظرف. طبعا اللينجوين خلص القطايف، عملها بسرعه. ما حبيناش نطول عليكم الفيديو، بس هي قالت لي يعني عيد تاني. كفايه مخرجنا العظيم. كفاية. تمام. هنخلص ونيجي. هنخلص ونيجي تاني. ضحى حشت القطايف وانا حشيت السمبوسه. يلا بينا بقى نقليها. هنا بقى بنقلي السمبوسه. اول ما الزيت يسخن على النار هتروحي نازله بقى بالسمبوسه. هنطلعها على ريك، مصفى، اي حاجه شبكه كده علشان ما تفضل مقرمشه، يعني ما تطلعهاش على مناديل. واول ما الاطراف يبقى لونها ذهبي هتروحي قلبها على الناحيه التانية. السمبوسه طبعا خفيفه جدا ما بتستحملش، يعني خليكي واقفه قدامها. وطبعا لازم تبقى عين متوسطه، ما ينفعش تعلي على السمبوسه خالص ولا القطايف كمان عشان تبقى مقرمشه، يعني ما تاخدش لون بس تبقى محروقه وخلاص. يعني خلاص كده هنقلي بقى القطايف. قلينا بقى القطايف. وبرضو اول ما نلاقي الاطراف بقت لونها ذهبي هنقلبها على الناحيه التانية. وكده خلاص خلصنا قلية السمبوسه والقطايف طبعا. هنقلبها بقى وهنشيلها برضو على المصفى برضو معاهم. هي القطايف بس نديها لون حلو عشان تبقى مقرمشه يعني. وكمان لما بتبقى الحاجه مقرمشه العسل يا دوبك كده يعني بيمسك فيها حاجه خفيفه كده، بتبقى سكرها قليل وحلو يعني. لكن لما بتكون طريه بتشرب اكتر يعني. قلبناها على الناحيه التانية اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص هنشيلها بقى برضو. وبرضو على مصفى جنب السمبوسه. وحلو سريع جدا، حتى لو عندك ضيوف هتعملي لفة سمبوسة ونص قطايف، ومفيش اسهل من كده طبعا، اسهل من الكنافة كمان. ورجعنا لكم طبعا بعد ما قليناها. بلاش طلعوها على مناديل، طلعوها على مصفى. طبعا قلينا بقى الكمية كلها، السمبوسة والقطايف. هنرصها بقى في طبق التقديم. انت عايزة تغطسيها وتطلعيها في طبق التقديم براحتك. انا برش عليها العسل يعني عشان تبقى العسل اقل شوية. المخرج عمال يضحك عليا من ورا، ما يعرفش ليه، من ورا الكاميرا. مفيش حاجة. مية مية كملة. بس بسرعة عشان عايزة انام.
طيب حاضر، احنا على فكره ده وقت سحور، هي بتكذب. ما بيحلاش الشغل غير وقت النوم. معلش، عشان انا ماليش يعني في التكنولوجيا، بتذلوني صح. بكره هيشوفوكي وهيعرفوكي يا مخرجنا العظيم. طب هما هيفضلوا معايا كده عبال ما ارص؟ مش هيزهقوا مني؟ مش خلاص عارفه. نرص ونرجع. مفيش مشكله. ورجعنا لكم بعد ما حضرناها في طبق التقديم. يلا بينا بقى نسقيها بالشربات. خلاص بقى. بصوا انتوا عايزين تسقوها زي اهالينا زمان تغطسوها براحتكم، انا بحبها كده يعني. ماما تعالي دوقي يا دودو. لا بس مش ينفع ادوق سمبوسه. بيتريقوا عليا عشان بتكسف. يا منى يا منى. على فكره حلوه قوي لما تعملوا مثلا لفه سمبوسه ونص كيلو قطايف معاها، هتكفيكوا الافراد كتير قوي على فكره لو في عزومه، واوفر كمان من طبق الحلويات اللي بره. كفايه شربات يا مخرجنا ولا ايه؟ عشان لا انا عارفه انت بتحبي الحلو، احنا عندنا عكس عكاس. انا جيت. نورتي القطايف. كفايه كده يا مخرجنا ولا ايه؟ خلاص كفايه بقى. خلاص كفايه، ماشي اتفقنا. ادوق بقى. ها ايه رايكم؟ حلوه؟ ادوق بقى. دوقي. بس خايفه. خلاص خلصنا. يا رب تكون عجبتكم القطايف والسمبوسه. هعمل لكم بقى حاجه حلوه قوي ان شاء الله وجديده جدا في الحلو بالنسبه لرمضان. اذا مخرجنا العظيم وافق نصورها بكره وننزلها يا ريت، وهسميها كمان رمضان كريم. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم بخير، ويا ريتكم تجربوها، ويا رب يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.